اعرف هو انا لوحدي بس اللي كنت بشتري الجزر غلط، ولا في منكم برضو ما كانش عنده المعلومة دي. انا شفت معلومة على الفيس ان الجزر انواع، وفي جزر بتستخدميه للسلطة وفي جزر تاني بتستخدميه للطبيخ. بجد المعلومة دي اتحطتها في دماغي وقلت طب انا لازم اركز بعد كده لما اجي اشتري الجزر، هل فعلا الجزر زي ما انا متعودة عليه ولا فعلا في طعم مختلف. النهارده بقى قررت ان انا لما انزل من السوق اركز، ورحت اشتريت الجزر، وفعلا لقيت فيه مختلف. في واحده زي اللي هي انتوا شايفينها ديت مدوره كده من فوق، والتانية مدببه كده من فوق. قشرتها وقلت اما اشوف هل الطعم كمان مختلف فعلا زي ما هما بيقولوا، ولا دي اشتغالة كده وبصراحة افتكاسات هما بيعملوها. قشرتها وحطيتها على جنب، وجبت التانية لقيتها فعلا في واحدة مدببة كده زي ما انتوا شايفين ليها بوز كده. قشرتها برضو وقلت الطعم بقى هو اللي هيخليني احكم في الاخر. وبصراحة قلت اصور الفيديو دوت علشان خاطر لو في حد زي كده ما يعرفش المعلومات دي يعني ياخد باله المرة الجاية. بصوا الفرق ما بينهم لما بيكونوا الاتنين جنب بعض عاملين ازاي. هقشرها والطعم بقى هو اللي هيفرق. اخدت اول واحدة اللي هي كانت رفيعة كده ودقتها، لقيتها جزر زي ما انا متعودة عليه عادي مفيش اختلاف. طب اجرب التانية بقى اما ادوق اشوف فعلا بقى في طعم مختلف ولا لا. دقت التانية برضو طعمها جزر عادي. ايه ده؟ طب القلب، بصوا قلبها من جوه في لون فاتح كده، واللي هي الاغمق شوية من جوه ديت في واحدة اكبر من واحدة فعلا. بس لاحظت ان اللي هي كانت مدورة من فوق دي السكر بتاع الجزر بتاعها اقوى، يعني مركزة في السكر بتاعها باين قوي. اما التانية تحس ان هي مسخة شوية صغيرين. يبقى فعلا اللي هي الرفيعة ديت بيستخدموها للطبيخ علشان خاطر ما تسكرش الاكل وتبقى طعمها مسكر كده جامد، والتانية اللي هي المدورة دي بيستخدموها للسلطة. يا ريت تصلوا على النبي لو انت اول مرة تعرفوا المعلومة دي، واكتبوا لي في التعليقات هل كنتوا تعرفوا المعلومات دي ولا زي كده اتصدمتوا.